مبروك للنادي المصري، مكسب مهم ومكسب استثنائي على حساب فرقه كبيره بحجم بيراميدز في ربع نهائي كاس الرابطه. وبشكل عام كده فريق النادي المصري مقارنه ببيراميدز على مدار المباراه بالكامل، لا هو كان افضل في كل حاجه. فريق النادي المصري ولاعيبه النادي المصري والجهاز الفني بقياده الكابتن علي ماهر في النادي المصري في تركيز، في اصرار، في استمراريه. ان انا مش بلعب 10 دقائق وبعد كده الاداء بتاعي يروح عامل دروب، لا انا مستمر على مدار ال 90 دقيقه في تحضير للخصم ومذاكر الخصم كويس جدا وعرفت العب قدامه ازاي، وفي نفس الوقت محضر اوراقي البديله اللي تقدر تنزل تشتغل بنفس النمط ونفس الاهداف اللي انا عاوزها، ما تروحش بقى باهداف تانية او بتنزل لاغراض تانية. وانا بصراحه عجبني كابتن علي ماهر الفتره الاخيره. الراجل لعب 7 ماتشات، لعب قدام انبي بيكسب، لعب قدام الزمالك بيكسب، بيتعادل قدام الاسماعيلي وماتش نوعا ما كانش افضل حاجه، ثم بعد ذلك يستعيد قوته مره اخرى امام المقاولين العرب في بدايه كاس الرابطه، بيتعادل مع فريق البنك الاهلي، ثم بعد ذلك بيتفوق تفوق كبير على فريق جونه، وفريق جونه من الفرق المحترمه جدا وبتلعب بشغل ونمط وطريقه لعب وستايل دفاعي قوي مستحيل ان انت تخترقه بسهوله. لكن قدر النادي المصري ان هو يتفوق ويشتغل كويس قوي ويهدف بشكل كويس وفي جماعيه في الشكل وفي الاداء وفي اللعب وفي الاسلوب. وعلى الرغم ان برضو عندك غيابات كتيره النهارده، الياس الجلاصي الراجل خلاص مش موجود، مروان حمدي اتباع النهارده، فخر الدين بن يوسف مش موجود النهارده، غيلاس قناوي مش موجود، يعني تقريبا 90% من المجموعه اللي بتلعب في الجزء الامامي اللي هي بتمثل لك الخطوره الهجوميه بتاعتك ما كانتش موجوده. لكن عجبني ان كابتن علي ماهر ما الضغوطات الجماهيريه والكلام واللغط الكبير والدوشه اللي حوالين الفرقه بسبب الصفقات واللعيبه. المصري طبعا جاب صلاح محسن وجاب حسين فيصل وجاب محمد طارق، لعيبه عندها اسماء كويسه ولعيبه جايه من انديه كبيره، واحد من الاهلي واحد من سموحه واحد من الزمالك. فالطبيعي ان الناس كانت تشوف اللعيبه دي موجوده في التشكيل من بدايه المباراه، وكابتن علي ما كانش هيبقى عليه لوم خالص، بل بالعكس هو ده الطبيعي وده المنطقي. لكن الراجل ما عملش كده، لا فضل محافظ على الاستراتيجيه اللي هو بناها الفتره اللي فاتت، وفضل محافظ على التشكيل بنفس العناصر، ان انا بلعب بنفس الطريقه 4-3-3 بنفس المجموعه اللي نجحتني ماتش الجونه وخدت منها الانتاج اللي انا عايزه، مع وجود بعض الترتيبات بالنسبه للتغييرات اللي نزلت على مدار الشوط الثاني كملت بقيه شغلي وميزتني على فريق بيراميدز، وعرفت ان انا اخد المباراه واسرق المباراه بلغه الكره من جانب بيراميدز. النادي المصري يعني كان عنده اخطاء كتيره جدا مقارنه الفتره دي بالفتره بتاعت اول السنه، ديفوهات ومشاكل ومنطقه نص الملعب ما فيش فيها اداء مقنع، وما كانش باين لك ملامح ستايل في اسلوب اللعب، وعندك مشاكل كبيره جدا في عمق الملعب ما بين الاثنين سنتر باكين، وحتى الحته الهجوميه يعني كنت بتكسب بصعوبه شويه قدام فرق اقل منك في المستوى واقل منك في التقييم مقارنه بالامكانيات اللي موجوده معاك. لكن لا الراجل الفتره الاخيره بمنتهى الامانه كل واحد بياخد حقه، الراجل اشتغل كويس، بيفكر في مصلحه الفرقه، اصبح عنده مرونه. ولو تفتكروا بعد ماتش الجونه قلت لكم كابتن علي ماهر عنده ستريتش، الناس استغربت المصطلح شويه، ستريتش ده المعنى بتاعه ان راجل مرتاح، يعني بدا يشتغل مش حاطط حسابات في دماغه بقى اخسر هكمل مش هكمل، الفرقه هتخرج من الرابطه مش هتخرج، لا انا هبدا اشتغل على الاخطاء وعلى العيوب اللي كانت موجوده عندي وابدا ان انا اركز في الفتره اللي جايه، وده اللي بيجني ثماره النادي المصري النهارده. النادي المصري حتى معدلات التهديف عنده اصبحت عاليه ومش معدلات تهديفيه عشوائيه، لا ده المصري بيلعب كوره جماعيه مميزه، انتشار قوي. واكتر حاجه عجبتني في المباراه ان هو مش خايف، انا بلعب قدام بيراميدز اي حد اروح عامل كده 3 في نص الملعب فلات والناس دي تنزل تخدم كده والعب بقى يا باشا على الهجمات المرتده، في ظل ان بيراميدز فرقه هجوميه بتلعب اوبن جيم وعندها مساحات كبيره جدا في ظهر الباكات والشيبي مش موجود ومحمد حمدي ما بداش وفي لعيبه راجعه من المنتخب وكذا وكذا، لا هو بيلعب اللعب الطبيعي بتاعه اللي نجحه ماتش الجونه، اطلع اعمل ضغط عالي بمحمد الشامي في الحته دي، هتلاقي في ظهره حسن علي بالجزئيه دي، وبتتحول الطريقه 4-2-4، تبص تلاقي اماضو وهنا عمرو موسى ويطلع هنا سمير فكري وبيروح مكمل معاهم هنا ميدو جابر، فتلاقي عندك كثافه، فلما بتقطع بتعرف ان انت يبقى عندك فاعليه هجوميه وفي نفس الوقت في ربط. هتلاقي عمرو سعداوي رابط هنا مع سمير فكري، هتلاقي كريم العراقي اللي بيعمل ماتش عالمي النهارده رابط جدا جدا مع ميدو جابر، هتلاقي الاثنين دول مرتاحين ما عندهمش مشاكل على مدار المباراه، لان الناس دي حامياهم كويس جدا والناس دي شغاله كويس جدا. فاذا انا حجبت الخطوره الكامله على منطقه خط الظهر اللي موجوده عندي، اللي هي يعتبر اضعف خطوط النادي المصري الفتره الاخيره، لكن ادائهم النهارده كان افضل سواء باهر او احمد ايمن منصور، حتى الريتم في الاداء اسرع شويه، الميس باص اقل، محتاج ان الكره في رجلك تبقى عزيزه اكتر من كده وما تتقطعش بسهوله، لكن افضل كتير من الماتشات اللي فاتت. وانتشارك كويس، حتى التكمله الهجوميه بتاعتك موجوده، انت كل الاهداف اللي جبتها قبل ما تجيب الجول على طول
انت عندك نقله 2 3 4 بتدور الكوره، تبص تلاقي الراجل ده يروح فاتح الملعب بالشكل ده هنا، الكره تروح جايه له من خلال كره طوليه او كره عكسيه تكسر الناس كلها، يروح قاطع واخد الكره وداخل لجوه مرقص واحد واثنين وثلاثه. ده مش واقف في مكانه، لا ده يروح داخل جوه قاطع في ظهر الناس، اللي هي الكره اللي ضيعها محمد الشامي، وبتتلعب له في المكان بالمقاس ونموذج، وبيضيع هجمه ما فيش مشكله ما دام بوصل هجيب. هتلاقي ده لوحده؟ لا، هتلاقي سمير فكري كان مكمل في الحته دي، هتلاقي الراجل هنا حسن علي لما لقى ده قطع في ظهره او قطع في ظهر الناس هتلاقيه مكمل هنا على نقطه ال 18، لو اتردت هتروح له، لو الراجل ده لعبها بالعرض هتروح لسمير فكري. لما استمريت وكررت وفضلت مكمل على نفس النمط وما زهقتش، جبت جول الاولاني بتاع ميدو جابر بنفس النمط برضو، قعدت تنقل وتشتغل في منطقه نص الملعب عن طريق باكين الطرف والاثنين سنتر باكين، لحد ما طلعت في الحته دي وصلت الكوره لحد هنا عند سمير فكري. الكوره الراجل مسك الكوره، قام ده ما فضلش واقف مكانه، قام عامل اوفرلاب من ورا الراجل، راح ضارب الباك اللي موجود هنا ووصل لحد الحته دي. الراجل ده قطع في ظهر الناس، الراجل ده جه كان موجود في الجزئيه دي. ميدو جابر ما فضلش واقف هنا بقى على الخط زي ما هو واقف، لا راح قاطع في ظهر الناس سبرنت. الراجل ده كان متواجد في الحته دي اللي هو اماضو، ما فضلش واقف يتفرج على الكوره، لا راح قاري برضو الموقف وتخيل ان ممكن الكوره تعدي ميدو جابر في الحته دي او الاوفر يجي عكسي شويه، قام واخد مكان ميدو جابر واتسحب بقى موجود في الحته دي. فاصبح عندك تكامل، عندك واحد على العارضه القريبه، عندك واحد على منطقه الجزاء او في السكس يارده، عندك واحد على المنطقه البعيده، والراجل ده قام داخل لجوه اللي هو سمير فكري بالمنظر ده. الكوره اتلعبت، ميدو جابر جاي شايف الناس كلها حاطط الكوره جون، حتى لما اتردت هو كان قريب قام واخد الرياكشن بتاعه السريع. نفس الكلام برضو الجول اللي هو الثاني بتاع صلاح محسن، برضو قعدت تنقل وتحضر وتشتغل واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ورحت ضارب الناس كلها بتحرك فيه ذكاء كبير جدا، وان ميدو جابر قرا ان صلاح محسن مش اوف سايد، قام رايح والراجل مفنش بشكل كويس. الجول الثالث نفس النمط ونفس الشكل. فاذا اصبح عندك اسلوب لعب، اصبح عندك اسلوب لعب هجومي كويس، اصبح عندك في تقارب للخطوط، الناس دي مش بعيده. انت الاول كنت بتشتغل بالمنظر ده، تلاقي باكين الطرف لازقين موجودين جنب الاثنين سنتر باكين، وتلاقي الراجل ده موجود في الحته دي، الاثنين بتوع نص الملعب بالشكل ده، والثالث بتاعهم هنا بالمنظر ده كده. تلاقي النادي المصري اهو، ده كان شكل النادي المصري، دي كلها مساحات فاضيه، دي كلها مساحات فاضيه. حتى لما الاثنين دول كانوا بيزيدوا وده ما كانش بيحصل، هتلاقي دي كلها مساحات فاضيه، لان ده بيبقى خايف اطلع اقابل ما كل ده فاضي والناس دي ما بتطلعش في ظهري، ولا خليني متمركز في مكاني وما اضربش الخط بتاعي، فكل ده بيبقى فاضي. الكره الثانيه بتترد في نص ملعب النادي المصري، فالاستحواذ عندك بيبقى قليل. انما لما بيبقى عندك هنا زحمه وعندك هنا كثافه بتنظيم بيبقى عندك شكل كويس، وفي نفس الوقت يبقى في تقارب للخطوط وفي ربط. الباك عمرو سعداوي مع هنا حسن علي او امادو، مع هنا سمير فكري، مع المهاجم في ربط، في جبهه شغاله. نفس الكلام كريم العراقي مع امادو او حسن علي على حسب اتجاه الكره، او محمود حماده او ايا كان مين اللي نزل مع ميدو جابر، مع الفرود اللي موجود هنا سواء الشامي او صلاح محسن. اصبح عندك جبهه، حتى لما بيبقى في ارتداد دفاعي تبص تلاقي الناس كلها بتنزل. الراجل ده دوره مهم جدا. عمرو موسى اللي الناس كانت بتتريق عليه في اول السنه، النهارده توظيفه اصبح مهم. انت بتلعب بليبرو مقلوب بيحمل الاثنين سنتر باكين وبيكون حائط صد او ستاره قويه جدا، وبيامن الاثنين دول اللي انت بتبقى مطالبهم او مستني منهم الادوار الهجوميه في ظهر الراجل ده اللي هو المهاجم، عشان يبقى عندك الكثافه ويبقى الناس دي ما بتلعبش لوحدها وسط 4 5 6 لعيبه، لا بيبقى في ارتداد دفاعي بالمنظر ده، وفي التزام من الهافات بتاعتك او الاجنحه بتاعتك بالشكل ده. فبتلعب بتسع او 8 لعيبه تحت الكوره، حتى لو انت عندك واحد مضروب او اثنين مضروبين مش هيبقى عندك مشكله، انت السكواد بتاعك يسمح لك ان انت تشتغل بالنمط ده. ومش شرط ان انا ابدا بكل العناصر الجامده اللي موجوده عندي، لا انا بقسم المباراه، وتقسيم المباراه والفكر على المدى البعيد هو اللي كسبك الجيم. يعني لما جينا اتكلمنا ما بين الشوطين قلنا المصري عامل مباراه نموذج، شغال كويس قوي دفاعيا، منظم، خطوطه قريبه، بيطلع بالكره كويس، مش مستعجل ولا قلقان، بيفضل معايش الكره في رجله كتير، لكن محتاج ان انت تطلع اماده وتضرب الخطوط بتاعت فريق بيراميدز، في ظل ان بيراميدز بيطلع يقابل من ال 30 متر بتوع نص الملعب، ففي مساحه كبيره جدا في الحته دي تقدر تضربها. طب عشان اضربها مش هينفع اضربها بمحمد الشامي بس، لازم اضربها بحد عنده سرعات في اتجاه الجون، يعني بيشتغل قطري او طولي في اتجاه الجون، ما بيشتغلش عرضي. فصلاح محسن يقدر يعمل الحته دي، قام الراجل راح منزل صلاح محسن مكان امادو تقريبا او حسن علي، وعمل نفس اللي احنا قلناه والمصري تفوق. ثم بعد ذلك قلنا ممكن ان انت تنشط الحته بتاعت نص الملعب بمحمود حماده، عشان نتيجه ان بيراميدز هيبدا باتشيكو يعمل تغييرات هجوميه اكتر، وبالفعل نزل بين الشوطين، راح مطلع ابراهيم عادل وراح منزل فخري لقاي مرحله جنب مروان حمدي، وراح مخلي هنا مصطفى فتحي عشان يبدا يضغط على الجبهه اللي فيها سمير فكري والجبهه اللي فيها عمرو سعداوي، ويبدا ان هو يخترقك من الحته دي، وبدا يعمل الزياده الهجوميه
عن طريق نص الملعب، خلى هنا موجود مهند لاشين وراح مطير بوب وراح مطير وليد الكارتي، فاصبح انت عليك عبء او عليك ضغط هجومي، فبالتالي لازم يبقى عندك تمركزات دفاعيه كويسه. لا هو ما خافش برضه، هو لعب بنفس الستايل ونفس النمط اللي يميزه، وبالتالي هو ده اللي اداله الجيم. لو كان خاف ونزل لعب بالشكل ده وامن بقى وقال لك انا كسبان 1-0، كان بيراميدز هيرجع للمباراه، لان بيراميدز امكانياته وفعاليته واستمراريته ودكه البدلاء اللي عنده افضل منك نوعا ما. حتى اللعيبه اللي انت جبتها برضو انت لسه ما لحقتش ان يبقى في انسجام، او ما لحقتش ان انت تدخلهم في الفرقه بشكل كويس. فنزول محمود حماده نوعا ما عمل يعني زي عمليه وسط كده شويه في الاداء بالنسبه لحته وسط الملعب، ان انا بلعب باثنين لكن بالشكل العام لما بيكون معايا الكوره انا بلعب بثلاثه.